كيفكن صبايا؟ راح نسوي اليوم كنافة بدون فرن. بلزمني 4 معالق سمنة أو زبدة، بنضيف لها شعر الكنافة اللي مقطعته تقريبا كيلو، ونضل منحرك. ما لازم نترك التحريك أبدا، لأني بس تركنا التحريك راح يحترق سفله، فبنضل مستمرين. هي فيها تعب شوي بس لقمة طيبة يعني. هي هون عنا شقر، ولهي المرحلة بنوصلها. هون بنضيف لها كاسة قطر، أنا بستخدم قطر الصبار. بضيف نص الكمية بالصينية، بمندبش بشكل منيح ومتناسق. هون بدنا نعمل القشطة الداخلية. بلزمني كاسة نشا وربع كاسة طحين ولتر حليب، نحركهم على البارد. بعدين بحطها على النار وبضل بقلب فيها لحتى تسمك معي. قبل ما تسمك بشوي بضيف لها ماء زهر، بضيف لها معلقة زبدة، وبضل بحرك لحتى تسمك القشطة. وهي وسخنة بضيفها فوق الكنافة اللي مديتها بالصينية. بوزعها بشكل متساوي، بهزها منيح مشان تتناسق. هون بضيف عليها باقي الكمية من الشعر الكنافة اللي محمرته. بحاول يكون أعبي كل الفتحات والجوار. بعدين بملسها بإيدي هيك، بضغط عليها بشكل خفيف. هيك صارت معنا جاهزة. نتركها تبرد 4 ساعات، بعدين بنقطعها بهالشكل هاد. وهي هون هاي النتيجة النهائية. بنصحكم تجربوها، كتير طيبة. فيكن تضيفوا لها المكسرات اللي بدكن إياها، بدكن لوز، بدكن جوز، بدكن فستق. وصحتين وعافية يا رب.